الناس كلها طالعه تقول لاحمد السقا ماذا بينك وبين الله، والفضايح والنصايب اللي عماله تنزل فوق دماغ مها الصغير. جميع منصات السوشيال ميديا ملهاش كلام الا موضوع سرقه مها الصغير للوحات الفنيه، لوحات 3 أو 4 فنانين تشكيليين. مها الصغير متهمه بتقليد حقائب عالميه، حذفت صفحتها وعلامتها التجاريه ثم تراجعت. الصغير بتواجه ازمه جديده متعلقه بتقليد حقائب عالميه من ماركات مختلفه. نشرت مواقع عده مراجعات بسيطه طابق العديد من تصاميم الحقائب مع نماذج عالميه، ثم اثار الجدل حول مصداقيه مشاريع مها الصغير الفنيه والتجاريه. حذفت مها الصغير صفحه علامتها التجاريه الخاصه بها على الانستجرام، كذلك على الموقع الرسمي، الا انها عادت لاحقا وفتحت الصفحه، في حين ان الموقع الرسمي لا يزال مغلق. الصفحه دي كان بيتابعها حوالي 19,000 متابع، كانت بتحتوي على عدد من تصاميم الحقائب وصور للاعلاميه المصريه، غير كمان قناه اون شافت برنامجها الجديد كلام كبير كان عامله لها طليقها الفنان الفارس احمد السقا. قناه اون شالت بوسترات البرنامج من كل المنصات. هو ايه اللي بتعمله مها الصغير في نفسها ده؟ الاول طلعت وقالت الفنان احمد السقا اتهمته بالبخل والضرب وطلع بريء بعد 26 سنه. اولادها ياسين وحمزه وناديه اتطلقت اخر مره خلع، وطلعت الكاميرات وقالت ان احمد السقا كان عايز يطمن على بنته لانها ما بتردش عليه على التليفون، فشاء ربك انه يرفع الستر عن مها الصغير واتهمها بالسرقه وان هي تنسى نفسها. لها رسمت 3 لوحات. ازاي تم عرض اللوحات دي في البرنامج؟ طب ازاي اللوحات دي وصلت لمها الصغير؟ ازاي قدرت ان هي تنسبها لنفسها؟ خدت مجهود الغير. طب نقول ان في 3 طرق ممكن من خلالها تكون اللوحات دي وصلت لمها الصغير. اما ان الطباعه عاليه الجوده، التقنيه دي بتحافظ على دقه الالوان ولوحاتها بتبقى قريبه جدا من الاصل، او انها تواصلت مع اصحاب الرسومات دي واللوحات دي مع الفنان نفسه او اصحاب الحقوق. دي بقى اسمها حقوق الملكيه الفكريه، خدت منهم تصريح طباعه او النسخ اي العرض في البرنامج. يعني المقصود ان هي اتفقت مع ال3 الفنانين العالميين ليز وكارولين وسيت عشان يعملوا ترند ويشتهروا، وده طبعا امر مستبعد ان كلهم اتهموها بالسرقه والنصب والاحتيال، ان هي استولت على حقوق الملكيه الفكريه ليهم. في معارض ومتاجر فنيه متخصصه تعمل نسخ مرخصه من الاعمال الشهيره دي، تكون معتمده مرخصه للاقتناء او العرض. بالطريقه دي ممكن مها الصغير واي جهه اعلاميه انها تعرض اللوحات بشكل امني واحترافي دون الحاجه للاقتناء اللوحه الاصليه. الحقيقه ان الاعلاميه مها الصغير كانت فاكره ان الفنانين التشكيليين دول مش هيعرفوا، نسبت اللوحات لنفسها. طلعوا الناس وقالوا ان اللي بعت للفنانين دول طليقها الفنان احمد السقا. معقول الفنان احمد السقا الشهم الطيب الجدع اللي بيدفن الموت، دي طبعا بتبقى امانه وامانه كبيره جدا، يطلع يفضح اولاده؟ ده اللي كشفه الصحفي خالد الصواف عبر حسابه. الاخر حاجه هتكلم فيها عن موضوع مها الصغير، ان في كومنت رسامه شابه اسمها علياء عصام عملت كومنت عند ليز، هي الفنانه التشكيليه الدنماركيه. لينك الحلقه حلقه منى الشاذلي اللي كانت مستضيفه فيها مها الصغير مجموعه من الاعلاميين، قالت لها شوفي الحلقه دي ان في حد بينسب لوحاتك انت يا ليز لنفس ليز الدنماركيه، وردت عليها وقالت لها شكرا لانك عرفتيني. بس المهم ان الفنان احمد السقا مش هو اللي طلع قال للرسامين الاصليين ان طليقته هي اللي سرقت لوحته. الصحفي بيقول انتوا مصممين تلبسوا الراجل القصه دي مش بتاعته، تطلعوا مبررات لتصرفات الطرف الثاني، قالت ان هي عملت كده عشان كانت في حاله نفسيه وحشه. طب انتوا تفتكروا ان احمد السقا يعمل كده في اولاده وعشره عمره؟ الكلام ده طبعا غير مقبول، ما بيخشش العقل بربع جنيه من الاساس. اتمنى الصحفي في اخر كلامه ان ربنا يصلح الحال والاحوال، يعني ممكن في لحظه احمد ومها يرجعوا لبعض، بينهم عشره واولاد وايام جميله. ان مها في ظروفها دي لو احتاجت لاحمد السقا اي حاجه وفي اي شيء هتلاقيه، هيكون هو اول واحد يساعدها. انها عشره سنين واولاد. مها الصغير الحقيقه دمرت نفسها بنفسها. في الاول ما سابت بيتها وهدمته، سابت جوزها وعيالها اللي اصبحوا شباب وبنت كبيره مدموزيل ياسين وحمزه ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، هدمت بيتها بايديها. بعد 26 سنه طلعت تدور على نفسها، عايزه تبقى نجمه اعلاميه. الغريب ان احمد السقا ساعدها في ده، وكان عامل لها برنامج اسمه كلام كبير، كان هو اول واحد هتستضيف. ما شاء الله ردت له الجميل، عملت عمليه خلع وسابت بيتها واولادها وجوزها، كانت بتدور على مجدها هي. الغريبه ان كلنا مستغربين انها سرقت اللوحات، كانت بتسرق البراندات العالميه، عملت لنفسها براند. اما الفنان احمد السقا طلع وقال كان بيتسرق من حسابه البنك مبالغ ماليه، ما كانش عارف مين اللي بيسرق. نقول للفنان احمد السقا ماذا بينك وبين الله؟ انت الانسان المحترم الطيب المخلص الامين، ربنا نزع الستر عن الاعلاميه مها الصغير، فكان كفايه عليها انك تكون جوزها ابو اولاد، شهره وفلوس. لكن نقول ايه بقى، الانسان ما بيبلاش عين يلا التراب. خدت رسومات الالمانيه كاروليني اللي بتربي 3 يتامى، تشتغل وبتعمل اللوحات دي عشان ولادها اليتامى وبتربيهم. استغربت قوي من تصرف مها الصغير انها بتملك كل حاجه. ولوحات ليز الدنماركيه، الفنان الفرنسي سيت. اللي عايزه اقوله في الاخر، لا يكون في عون الفنان الكبير احمد السقا واولادها ويعينها على نفسها. اصل ساعات الانسان بيبقى
عدو نفسه. مها الصغير من النوع ده. وتلاقي بقى اعلاميه يا مها صغير يلا رايح كتر من الفضايح. فضيحه غطت العالم كله. يوم انفصالها وطلاقها من احمد السقا كل يوم فضيحه جديده. البطله هنا مها الصغير. ربنا يهدي الحال والاحوال.